بخصوص الحاج الذي وقعت له جلطة في الدماغ وصلتنا 70,000 ريال يمني له من فاعلين خير. كان عليه 400,000 ريال يمني للمستشفى، الآن بقينا ب330,000 ريال. أتمنى من فاعلين الخير ما يقصروا. الشخص هذا قدر الله عليه بجلطة في الدماغ وراح المستشفى وتعالج، والمستشفى بيض الله وجهه ما قصر، استقبله وفعل له كل الإجراءات والحمد لله على السلامة. الآن الشخص المستشفى يطلب فلوسه. كم فلوسه؟ الفلوس 400,000 ريال يمني. تمام. وصلتنا 70,000 ريال كما ذكرت لكم، 70,000 ريال يمني، بقينا ب330,000 ريال. تمام. وعاد احنا نشتري له كرسي، يعني كرسي متحرك. عاد احنا نشتري له كرسي متحرك. اتمنى من فاعلين الخير ما يقصروا، اللي ما قادر يدعم بالمال. يا اخي والله انك ماجور عندما تشارك هذا المنشور لفاعلين الخير. انت لو ما تفعل اعادة نشر ولا تفعل مشاركة للمنشور ما انت خاسر شيء، ما انت خاسر، يعني ما تخسر حاجة. هو اعادة نشر ولا مشاركة للمنشور وخلاص، وتدل على الخير كفاعله. تمام. انا مشتي منكم اي حاجة، انا اشتي منكم توقفوا مع هذا الشخص فقط، يعني ظروفه صعبة، نشتي نفرج كربته. يعني الشخص هذا نشتي نفرج كربته. تخيل كم لك اجر في هذا. تمام. اتمنى ما تقصروا. بطرح لكم الحسابات كامل في اول تعليق وفي وصف المنشور. تمام. هذا الشخص يا رجال، هذا هو الشخص اللي في المستشفى، عنده أسرة وعنده بنات، يعني أطفال، حالته لا يعلم بها إلا الله، لكن هذا اللي قدر الله عليه. أتمنى فاعلين الخير ما يقصر، والباقي لكم. تحياتي لكم. طبعا يا رجال أنا أخرت المبلغ عندي على سب أجمع له المبلغ كامل. تمام. والفيديو هذا توضيحي للي أرسلوا له عندي. في ناس أرسلوا له عندي، أنا فعلت لهم هذا الفيديو توضيحي. تمام. علشان ما يقولوا ليش ما قزعنا لهم الفلوس. الفلوس أنا اشتجمعها مرة واحدة وقزعها له للمستشفى، 400,000 ريال يمني. المبلغ المتبقي مبلغ بسيط، 330,000 ريال. والله العظيم لا نجمعوها اليوم. أنا بفعل الفيديو هذا وانشره، وإن شاء الله بشوف له بكرة إن والله واجتمعت الفلوس ماشي نشيل له الحاصل هذا اللي أرد له الله. تمام. أتمنى يعني ما تقصروا أن تشاركوا هذا المنشور لفاعلين الخير. اللي ما هو قادر يشارك هذا المنشور لفاعلين الخير. الحاجة هذا والله إن ظروفه صعبة يعني للأمانة.